يا ترى كم واحد فينا بيصحى كل يوم وهو حاسس إنه مرهق وتعبان، حاسس إن طاقته خلصانة حتى قبل اليوم ما يبدأ؟ ضغط الشغل اللي ما بيخلصش ومسؤوليات البيت اللي بتزيد كل يوم والتفكير المستمر في اللي جاي واللي راح لدرجة إن مفيش وقت نعيشه أصلا. كل ده بيخلينا نحس إننا في سباق ماراثون ما فيهوش خط نهاية ونفضل نجري ونكمل ونحاول لحد ما نلاقي نفسنا واقعين. اللي أنت حاسه ده مش كسل ومش ضعف، اللي أنت فيه اسمه إرهاق مستمر أو زي ما العلماء بيسموه بورن أوت. الموضوع أكبر من إنه يكون مجرد تعب. الإرهاق ده بيأثر على جسمك وعلى دماغك وعلى قلبك وبيخليك مش أنت. ممكن تبقى نايم كويس بس بتصحى تعبان وبتاكل وبتشتغل وبتكلم الناس بس من جواك فاضي. خد عندك أمثال عن الحاجات اللي بتوصلنا للحالة دي. عندك أول حاجة ضغط الشغل الزيادة وكمان مسؤوليات شايلها وهي فوق طاقتك، وناس مش مقدرة مجهودك وده سبب إن مفيش حدود بينه وبين شغلك. وعندك كمان الموبايل بيرن ليل ونهار وأنت شغال رد على إيميلات وتلخيص ملفات وبتساعد فلان وتساعد علان ومفيش لحظة بتاعتك. وأكيد لما تلاقي نفسك مش لاقي دعم ولا لاقي راحة ولا حتى لاقي نفسك طبيعي جدا توصل للبرنات. طيب دلوقتي تعرف منين إن أنت فعلا دخلت في الحالة دي؟ خلينا نعرف الأسباب. أول حاجة بتحس بتعب دايم ومش بتفوق، بتبقى مش متحمس لأي حاجة حتى الحاجات اللي أنت كنت بتحبها. مزاجك وحش وعصبي على الفاضي والمليان، أفكار سلبية بتقنعك وجسمك بيشتكي من غير سبب، عندك صداع ومعدتك وجعاك ونومك مش منتظم وبتبعد عن الناس كلها، ومش مركز حتى في شغلك وأخطائك بتزيد عن الأول. لو بتقول على معظم الحاجات دي يبقى أنت محتاج تقف مع نفسك وقفة حقيقية. طب يا ترى نعمل إيه؟ ونرجع نعيش إزاي من غير ما نهرب من كل حاجة؟ تعالَ نمشي خطوة بخطوة. وأول خطوة إنك تقول لأ، مش لازم توافق على كل حاجة لمّا تحس إنك مش قادر، قُل لأ، دي مش أنانية، دي نجاة. وكمان حدد أولوياتك، مش كل حاجة لازم تتعمل النهارده، ومش لازم تتعمل بإيدك أنت، في حاجات ممكن تستنى وفي حاجات مش مهمة أصلًا. وكمان اقطع السوشيال ميديا شوية، مش لازم تبقى متاح طول الوقت، خُد وقت لنفسك من غير إشعارات، اهتم بنفسك ونام كويس وكُل أكل صحي بسيط، امشي حتى لو نُص ساعة في اليوم، جسمك محتاجك ونفسك محتاجاك أكتر. وكمان اعمل أي حاجة بتحبها، اقرا، العب مع عيالك، اقعد مع صاحبك اللي بتحبه وبيفهمك من غير ما تشرح له كتير. اتكلم، قُل اللي جواك، لو ما عندكش حد قريب مش عيب تطلب المساعدة من متخصص، بالعكس ده احترام لنفسك. كل ساعة أو ساعتين خُد دقيقة والّا دقيقتين، قوم اشرب مَيّة، خُد نفس عميق، حرك جسمك، افصل عن اللي أنت بتعمله حتى لو دقايق معدودة. أنت مش آلة، أنت إنسان، والإنسان محتاج طاقة علشان يعرف يكمّل، بس كمان محتاج يهدى علشان يعرف يعيش. الإرهاق المستمر ده مش ضعف، بس هو إنذار، وصوت بيقول لك كفاية كده. والنصيحة هنا إنك تبدأ بخطوة بسيطة حتى لو كانت صغيرة، المهم تكون خطوة حقيقية. اقفل الموبايل بدري واعتذر عن أي حاجة فوق طاقتك، اقعد شوية مع نفسك وشوف إيه اللي هيحصل. كلنا محتاجين نراجع نفسنا ونراجع إزاي بنعيش. ودلوقتي سؤالي ليك، إيه هي أكتر حاجة بتستنزفك اليومين دول وإيه الخطوة اللي ممكن تبدأ بيها وتخفف عنك؟ اكتبها حتى لو لنفسك، ولو حاسس إن اللي سمعته ده لمسك شاركه مع أي حد ممكن يكون تعبان ومش لاقي اللي يفهمه. يمكن تكون أنت النور اللي محتاجه دلوقتي. والأهم من ده كله ما تنساش تشترك في القناة لأن اللي جاي كله ليك وهيفيدك. سلام.